لو فعلا في مشروب نقدر نسميه المشروب الرسمي للشعب المصري او اللي بيعدل مزاج الشعب المصري، فهو اكيد هيبقى الشاي، المشروب السحري. يعني انت لو صاحي من النوم مقريف اشرب لك واحد شاي، كل يوم كده سجاير وشاي على الريق. متضايق اشرب شاي، فرحان اديها واحد شاي، عندك ضيوف اعمل لهم يا صاحبي احلى كوبايتين شاي، لو ما عندكش ضيوف برضه تعمل يا باشا شاي، مش تخسر حاجه يعني. احنا شعب بيحب في كل قعداته ومناسباته كوبايه الشاي، قاعد على القهوه احلى 50 شاي تروق عليك يا يا صاحبي. كلاني واحد شاي. قاعد انت واصحابك في الشغل زهقانين، يا صاحبي اطلب لنا كوبايتين شاي. يا اخي حتى في المناسبات لو انت رحت تتقدم لحد تبقى عايز تشرب معاهم كوبايتين الشاي، ربنا يوفقك يا صاحبي. يا اخي ده احيانا بتوصل حتى لو في عزا بدل القهوه الساده اديها واحد شاي. والكلام ده كله بيفكرني بالفنان حماده هلال لما عمل اغنيه مخصوص على الشاي اللي بيتحل بيها كل مشاكله اول ما بيشرب ايه. اشرب شاي. على فكره الشاي نفسه في حد ذاته ليه فوائد كتير قوي على الجسم، منها ان هو غني بمضادات الاكسده اللي بتحسن انتاج الخلايا، وفي برضه نسبه كافيين اي نعم صغيره بس بتساعدك على التركيز. سبحان الله. ايه الشاي تحفة تحفة. وعشان كده هو المشروب المفضل للطلبه والصنايعيه. وطبعا احسن حاجه في الليله دي كلها انه بيروق الجي وبيظبط الدي، يعني بيروق الاعصاب. وطبعا الكلام ده كله لا ينطبق على الناس اللي بتشرب حوالي 17 كوبايه شاي في اليوم. مش كده يا اسطى، انت عملت ايه في حياتك؟ وعلى فكره الشاي مش مشروب مصري خالص، يعني بيقولك في الاساطير القديمه ان خير اللهم اجعله خير. كان في حاكم صيني قديم كان قاعد معاه كوبايه ميه سخنه اللي كان في اعتقاده ان ده بيروق على الجسم، وشوف من حيث لا تدري وقعت ورقه شاي ولونت كوبايه الميه السخنه دي بلون تاني غريب. نعمل ايه بقى؟ نروح ضايقينها نشوف بتقول ايه، والمفاجاه انه لقى الطعم بتاع الميه السخنه اتغير والطعم بقى حلو، زائد انه حس بنشاط وتركيز كبير، وده طبعا بسبب نسبه الكافيين اللي موجوده في الشاي. ومن ساعتها يا سيدي لفت العالم كله وجات لحبيبتنا وام الدنيا مصر، ومن ساعتها برضو احنا اعتمدناها هو المشروب الرسمي بعد الميه طبعا للشعب المصري او لمزاج الشعب المصري. بس على فكره فعلا الشاي مشروب روقان او مزاج، مش مشروب عادي. ترمس الشاي وهو بيصب في احلى كوبايه شاي سخنه، صوت معلقه الشاي وهي بتخبط في الكوبايه وعليها شويه نعناع، مع جو لطيف وهادي وروقان، وصوت الست ام كلثوم، يا الله مش تبقى عايز حاجه تاني من الدنيا يا صاحبي. ده اخر قمه الروقان بالنسبه لي حتى على الاقل. وفي الاخر عايز اقول ان المشروب اللي اتفقت عليه جموع الشعب المصري باختلاف ارائها بقى في الكوره، في الافلام، في الاطعمه، في السياسه، في اي ما يكن ايه، هو الشاي. او حتى على الاقل معظمهم او نصهم اللي اتفقوا واعتمدوا ان الشاي ده هو المشروب الرسمي للشعب، انما النص التاني بقى نروح نعمل لهم كوبايه شاي. شكرا جدا على المشاهده، واسف على الغيبه الطويله، وسلام.